مساء الخير يا جماعة. معانا غسالة توشيبا فيها مشكلة إن احنا لما بنشغلها ونجيبها على العصر تدينا رمز إن هي مش عايزة تعصر. هجربها قدامكم. هنجيبها حتى على دقيقة ونشغل. هي المفروض تلقائي إن هي أول ما بتاخد الأمر المفروض الحلة هي تشتغل معانا عصر وتلف على طول، فبيظهر معانا رمز اللي هي E2 اللي انتوا هتشوفوه معانا دلوقتي. فطول ما ظهر معانا باستمرار بيبقى فيه عيب في السويتش اللي هو بتاع غلق الباب، فهوريكم ازاي طريقة صيانته خطوة بخطوة. أول حاجة هنقفل الكهرباء، مسمارين ورا هنفكهم، وبعد كده بنطلع بالكفر بره. المكنة دي نفسها المفروض لما بنقفل الباب الترامل بتلمس في بعض، فهنا بقالها فترة فالجزء هنا معلق. لما بنيجي نقفل السويتش بيكمل بعض زي ما انتم شايفين معايا كده، اما هو واخد امر على طول بعد القفل كده فعمرها ما تشتغل، وطبيعي لازم تدينا الرمز ده باستمرار. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنقرب ده شوية كده بدل ما نغيره خالص لان هو شغال معانا. هنرجعه زي ما فكناه. افتح كده الباب زي ما انتم شايفين معايا كده، اقفل. فكده هو بياخد الامر مظبوط. هنقفل الجزء اللي هو الكفر وبعد كده نجربها لكم تاني. هنشغلها قدامكم، دوس تشغيل. بعد كده هنجيب اللي هو وقت العصر، كده الحلة بتلف معانا تمام. ولو فتحنا الباب بالطبيعي ان هي هتدينا الرمز اللي احنا قلنا عليه تلقائي. هنقفل كده هتعصر معانا. هي كانت الاول الرمز ده بيظهر من غير ما نفتح الباب، فبعد ما عملنا السويتش هي كده خدت اللفة كاملة. زي ما انتم شايفين معايا الحلة ابتدت تلف. وهي كده الغسالة شغالة معانا تمام. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة ودعمني.